السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بألف خير. رجعت وياكم بفيديو جديد، واليوم راح نسوي وياكم هاي الدشداشة. الظاهر الصورة على الشاشة، الموديل ظاهر عندنا. هنا عندنا القماش فيزون نمري 2.5 متر. راح نفصله على الطول، لأن هنا القماش يصير بمطة عالية، فما يصير يتفصل على العرض، يتفصل على الطول. مثل ما تشوفون الحاشيات من هالصفحة يعني على الطول، إذا من فوق ومن جوا الحاشية يعني بالعرض. فإحنا هسه نفصله على الطول. نبدي بسم الله، ناخذ قياس الكتف. قياس الكتف عندنا 40، نصه 20، نزيد 1 سنتيم يصير 21 سنتيم. راح ننزل 3 سنتيم هاي مال الكتف، ونوصل خط مائل، وبعدين ناخذ دوران الأبط. هنا عندنا المرة مو سمينة، فناخذ لها 21 ونجر خط، وبعدها راح ناخذ من هنا 3 سنتيم. هاي القياسات ستاندر، تقدرون تعتمدوها حتى يطلع دوران الأبط عندكم صح. هنا ناخذ دوران الصدر. عندنا دوران الصدر 26.5، نضيف عليه 5 سنتيم. دائما ضيفوا أكثر من القياس، يعني 4 سنتيم 5 سنتيم أحسن كمبتدئات، حتى ما تغلطون بالقياس. هنا راح ناخذ طول الصدر. هنا عندنا ناخذ 35، لأنه هو مو للخصر. ولا تاخذون الظهر والصدر، هاي بس الأمام نقصه. الظهر يظل هو مثل ما هو عدل. هنا ناخذ دوران حفرة الرقبة الأمامية، ننزل بيها 15 سنتيم، لأن المرة ما تحبها دلعة. فهنا راح نقص ويبين وياكم، يوضح الموديل أو القصة. راح نفتح القماش منها لأن مسدود. ناخذ هنا دوران الخصر، نحدد العلامات ونقص. هسه هو مطبوق على 4 ونقصه، بس هاي الميلان على قد فتر. بعدين هسه راح نشيل الظهر، وهذا الأمام قدامنا راح نعدله ونقص. أول شي ناخذ منه 1 سنتيم، نبدي بصفر وننتهي بصفر، بس من النص ناخذ 1 سنتيم، هاي حتى لا يبوط الردن من الأمام. راح نقص فتحة الرقبة. من هنا نقص من الأسفل 7 سنتيم، ومن فوق 8 سنتيم، حتى لا تصير في الدور مدلوعة أو عريضة. هاي هنا راح نقص هنا ننزل ب1 سنتيم، مو من فوق من الكتف، لا بس من جوا، يعني من فوق يظل 0، من الأخير 1 سنتيم. إن شاء الله تفتهمون على شرحي وأقدر أوصل لكم الفكرة. هنا راح نقص الصدر اللي أخذناه، هنا قياسه 35. نتأكد طبعا من قياساتنا قبل لا نقص. من هنا من النهاية نرتفع ب2 سنتيم، وننطق أرضات حتى من نجي نشكل نعرف احنا وين النص، أحسن للمبتدئات. هنا راح نحط المساطر اللي سويناهن مال القيطان بالقماش الزاد من عندنا. هنا 10 سنتيم مطبوقات، نصهن 5 سنتيم. هنا بعد ما قصيناهن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا دا أشوفكم شلون راح نحطهن، نشكلهن حتى توضح الصورة عندكم.
طبعا هاي قبل لا نحط لهن هاي الحلقات مال القيطان، بس دا اشوفكم اياها. هنا راح نفصل الردن. الردن انفصله على الطول مو على العرض. اذا فصلناه على العرض راح تصير المطة مال الردن لجوا، يعني تماط تنزل الردن، تصير مو حلوة بالحركة بالهاي، او مثلا من تكفين الردن احنا نقول شلون تنمط او تتجولق شو تسموها، فمو حلوة على العرض. الافضل تصير عالطول، لان هي الماطة بالعرض المفروض تصير مو عالطول. ان شاء الله افتهمتوني. هنا حنقصه او نقسم القياس على نص، وبعدين على ربع. ننزل 1 سنتيم ونرتفع ب1 سنتيم ونقص حتى يطلع بشكل مائل ويترتب. هنا ناخذ هو الردن عندنا 60، نضيف له 4 سنتيم حتى 2 للكف و1 للخياط، ومن جوا هم للخياط تروح. وهذا ردن عادي ما بي اي فيكة اي شي. هسه اقص وياكم. اللي وصل لهنا من الفيديو خليه ينزل يحط تعليق حلو ولايك ويقول لنا اني وصلت، او يكتب تم. قطعت فترة طويلة من القناة لان صراحة ماكو تفاعل، وعلى مود هاي قلت اليوم راح انزل الفيديو هذا ان شاء الله بداية موفقة. هنا نقص 1 سنتيم نفس اللي قصيناه بالبدن، راح نقصه بالردن. هاي من جهة الصدر حتى لا يبوط ويطلع مرتب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا راح نكبس الحلقات. راح اشوفكم شلون نكبسهن بهاي القوالب متوفرات يم اي لوازم خياطة. تقولوا لهم بس نريد هاي القوالب مال الحلقات، هو وهذا الجهاز الآلة يعني الحديد، تشتروها وتستخدموهن. هنا نفتح فتحة صغيرونة لأن هذا القماش مطاط، فإذا تفتحون كبيرة راح ينمط وراح ما تقعد بمكانها، ما تنضب الحلقة بالزرف، فلازم تزغرون الزرف حتى شوفوا. يعني أنا قد مسويتها صغيرة جتي انفتحت من سويتها وضبطت، لأن أنا ما فاتحته هواية. هنا شوية قوية لأن من زمان ما مستخدمتها. المهم طلعت لنا بهذا الشكل، وهذا شكلها النهائي. هسه راح نروح على خياط. أول مرة تسوون على الظهر، بعدين تقلبوها على الوجه نفس هذا الشكل. شوف هسه راح أقلبها وياكم وأشوفكم إياها. شوفوا هنا أنا قلبتها وخيطت على الوجه. نقص الزايد، ننظف الخيوط حتى الخياط مالتنا يطلع مرتب. واهم شي الكوي. ونصيحة لا تكون قبل على هذه الأقمشة مثل القديفة الفيزون الفانيلة، اكو كفر ينحط للأوتي حتى لا يخرب الملابس، او لان يظل الطبعة، يعني انت من تجين تكوين راح تنطبع او يموع او يحترق، فحرامات تخربين شغلك. اشتروا هذا الكفر تخلوه للوجه الأوتي حتى من يكوي ما يحرق. هنا هاي الشريط التغليف راح نغلف بيه الرقبة. طبعا هذا كلش رخيص وكلش سهل وحلو بالشغل، يرتب
راح نسوي نكمل. طبعا بس شريط القيطان ما مصور او انحذف بالتصوير، فاعتذر. هنا نقلبه على القفة ونخيطه بحيث يصير نص على الوجه ونص على القفة حتى يعطي جمالية اكثر، وحتى من نحط القيطان يكون راهم التغليفة مال الرقبة ويا القيطان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا شكله النهائي، وهاي راح أخليه هيجي دانتيل على شكل فراشات. هنا بعد ما كملته راح نربط البدن ويا الصدر. طبعا خالين القرضات والقرضة على القرضة حتى يطلع مضبوط، ولا تجرون هواية بالقماش من تخيطون، لأن راح شلون نقول يبوط أو يصير مموج، فمو حلو يطلع. فواحد على كيفه ما يستعجل. وهنا جاي أخيط أني على بعد 1 سنتيم بس، مو أكثر. هنا نخيطه من الجهة الثانية. وكمل هذا البدن ويا الصدر كمل، وهذا شكله. راح ننطي خياطة على الوجه حتى نثبته، لأن الصراحة هنا أنا ما ضربته أوفر، بس البدن الباقي ورا ما خيطته لا ضربته أوفر وسويته نظفته. بس هاي حسيتها يعني ما تحتاج، لأن هو القماش ما يطلع خيوط. هنا نشيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نشيل اللاصق. راح هنا نطبق الظهر ويا الصدر وجه على وجه، ونخيط على بعد 1 سنتيم من كل جهة. هنا هاي الجهة الثانية. وهنا همينا راح نستعمل بالتنظيفة نستخدم شريط التغليف. اللي تحب عادي تستخدم من نفس القماش تقص لها وصلة وتسويها، بس أنا أشوف هذا أفضل وأسهل وأرتب. أغلب الزبونات اللي يجن يمي يحبن هذا الشريط، ما يحبن ذيك الوصلة. تقلبوها على الوجه، وهنا راح تخيطون تعدلون الزوايا. إذا الفيديو تحسوه طويل أو يعني اكتبوا لي بالتعليقات حتى انه بقصر الفيديوهات، ما اسويها كلها يعني ما اخليها القط طويل. هنا هاي دا اقولكم القرضة مال الصدر اللي سويناها ويا قرضة الردن. من جهة الصدر تجي القرضة على القرضة حتى شنو؟ حتى لا يبوط الردن. سووها حبايبي هاي الحركة حتى دائما شغلكم يصير مثل الجاهز، نظيف ومرتب وما يبوط. وهنا تقلبون يعني تخيطون صفحة، بعدين ترجعون تخيطون الصفحة الثانية اللي على الردن. دا احكي هنا الظهر. بالنسبة للظهر راح نخيط همينة على بعد 1 سنتيم ونثبت. ثبت يعني من نهاية القماش نروح ونجي بيه على بالخياط حتى يثبت ما يتفتق. هنا راح نكف الردن من جوا يعني من يم المعصم، وراح نطبق البدن. هنا فتحة الردن من يم المعصم 16 سنتيم،
ونخيط. طبعا انا دايما انطي زيادات عادي، بعد ما اكملها للدشداشة واخيطها ارجع اقيسها، اضبط قياساتي، اخذ قياس يعني الردن، دوران الصدر، الخصر، الكتف، اتأكد منهن كل زين، يلا بعدين اضربه اوفر. وشوف اني هنا مطيت شنت زيادة 5 سنتيم من كل صفحة، هنا راح يعني اخيط من كل صفحة 3 سنتيم، طبيت بالخياط حتى يطلع القياس مضبوط، ما يجي لا عريض ولا قصير. هنا راح نضربه اوفر نص صفحتين، وهنا خلصناها، وراح ان شاء الله اشوفكم شكلها النهائي على المليكان. هاي بعد ما خلصناها وكويناها. اتمنى تعجبكم حبايبي، ومع السلامة.